تعال نعيش في رحلة خيالية من بحر لأثر، من جبل لصحراء لمعابد لبحار، ونشوف ليه مصر مش مجرد بلد. مصر دي كوكب تاني لوحدها. شرم الشيخ المدينة اللي بتجمع بين السحر البحر وجمال الطبيعة، من شاطئ خليج القرش لمحمية راس محمد، ومن ميدان سوهو للسوق القديم. كل ركن فيها بيحكي قصة جمال لا يوصف. مرسى مطروح اللي هي مالديف مصر، حيث الشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية. شاطئ أم الرخم المعروف بمالديف مصر، وشاطئ عجيبة بجمال طبيعي الخلاب بيخلوك تحس إنك في الجنة على الأرض. أما بقى لو جينا للغردقة ومدينة السحر والأنشطة، المدينة اللي بتجمع بين الاسترخاء والمغامرة، من مارينا السياحي لمتحف مينا ايجيبت بارك، من الممشى السياحي لجزيرة الجفتون. كل لحظة فيها مليانة إثارة وجمال. راس سدر ملاذ الهدوء والاسترخاء، المكان اللي بتلاقي فيه الراحة والسكينة. شواطئها الهادية ومنتجعاتها الفاخرة بتخليك تنسى العالم وتعيش لحظات من السلام الداخلي. تعال بقى على راس غارب والجمال الهادي. بقى راس غارب المدينة اللي بتجمع بين البساطة والجمال. شواطئها الصافية وأجواءها الهادية بتخليك تعيش تجربة مختلفة ومميزة. فعلا انت في الجنة. دير سانت كاترين والروحانية والجمال، قلب جبال سيناء بيتربع دير سانت كاترين، أقدم دير مسيحي مأهول في العالم. مكان بيجمع بين التاريخ والروحانية والجمال الطبيعي. تعال بقى للأقصر ومتحف مفتوح على الهواء، أكبر متحف مفتوح في العالم. المدينة اللي كل حجر فيها بيحكي قصة، من معبد الكرنك لمعبد الأقصر، ومن وادي الملوك لمعبد حتشبسوت. تاريخ بيعيش ويتنفس في كل زاوية. تعال بقى على أسوان وسحر الجنوب. أسوان بوابة مصر الجنوبية، بجزرها ومعابدها وسوقها السياحي بتقدم تجربة لا تنسى لكل زائر. البحر الأحمر والمتوسط طبعا تنوع لا يضاهى، من البحر الأحمر بشعابه المرجانية للبحر المتوسط بشواطئه الرملية الجميلة. مصر بتقدم لك تنوع بحري مذهل يخليك تعيش تجارب مختلفة في كل زيارة. طبعا بقى مش هقول لك على العالمين والتاريخ والجمال، والمدينة اللي بتجمع من التاريخ والجمال وشواطئها الرائعة وموقعها التاريخي بتخليك تعيش تجربة فريدة من نوعها. مصر مش بس بلد، مصر كوكب تاني فيها كل اللي بتحلم بيه وأكتر. لو عايز تعيش تجربة لا تنسى، مصر هي وجهتك القادمة إن شاء الله. تعال بقى نقول لك بقى على شوارع مصر اللي بقت زي اوروبا. اول محطه مثلا حي الزمالك، من اول ما تدخل هتحس انك في اوروبا. شوارع هاديه ومباني قديمه بتفكرك بباريس، وحتى الناس لابسين شيك قوي. بس استنى، تعال نروح مكان تاني حاجه خرافيه. الكورنيش اللي بقى زي ميامي. الكورنيش في المعادي بالليل ده مش نيل، ده بحر كانك في ميامي. اضواء مركب فيها موسيقى، الناس بتضحك والمنظر خرافي، والهواء بيخبط في وشك بيخليك تحس انك على شاطئ في كاليفورنيا. الجزء التاني بقى والاكل العين بس من قلب مصر. جربت مطعم في مصر يحسسك انك بتاكل في نيويورك؟ تعال نزور مطعم في الشيخ زايد بيعمل برجر كانك واقف في بروكلين مثلا، ومفاجاه السعر رخيص جدا. لو عايز تحس بقى انك في باريس، روح الداون تاون والعاصمه الاداريه. الكافيهات هناك والنوافير والناس بتتصور كانهم في فيلم فرنسي مثلا. مصر فيها كل حاجه، بس اللي يعرف يشوفها. انت مش محتاج تروح باريس ولا محتاج تروح امريكا، لان باريس وامريكا جايه لك وانت في مصر. لو عجبتك الرحلة ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو عشان نوري الناس كلها ان مصر فيها سحر مش طبيعي. تتميز مصر بتنوع اماكن الفسح التي تلبي جميع الاذواق. القاهرة تجمع بين الحداثة والتاريخ، حيث يمكنك زيارة المتحف المصري او الاستمتاع بجولة في خان الخليلي وشارع المعز، وقضاء وقت ممتع في حديقة الازهر. الاسكندرية مدينة البحر الابيض المتوسط، حيث يمكنك زيارة مكتبة الاسكندرية وقلعة قايتباي والاستمتاع بنسيم البحر على كورنيش المدينة. لعشاق التاريخ، حيث المعابد والمقابر الفرعونية التي تأخذك في رحلة عبر الزمن. خد عندك بقى في شرم الشيخ والغردقة للباحثين عن الاستجمام والأنشطة البحرية، تقدم هذه المدن شواطئ خلابة ومواقع غوص رائعة. طبعا القاهرة بقى دي قلب مصر النابض. في القاهرة تتجلى عراقة التاريخ في كل ركن. شارع المعز أحد أقدم شوارع القاهرة، يضم العديد من المساجد والمدارس والمباني التاريخية التي تعود للعصور الإسلامية المختلفة. طبعا منطقة الحسين تحتضن مسجد الإمام الحسين وسوق خان الخليلي، حيث يمكنك شراء الهدايا التذكارية والاستمتاع بالمأكولات المصرية التقليدية. تعال بقى لقلعة صلاح الدين الأيوبي، تحفة معمارية تطل على المدينة وتضم مسجد محمد علي الشهير. الطبيعة في مصر جمال لا يوصف. بعيدا عن المدن تقدم مصر مناظر طبيعية ساحرة. واحد سيوة، جنة في قلب الصحراء تتميز بعيون المياه العذبة وأشجار النخيل. طبعا الصحراء البيضاء تشكيلات صخرية فريدة تجعلها واجهة مثالية لمحبي المغامرة والتصوير. نهر النيل طبعا ده شريان الحياة في مصر، حيث يمكنك القيام برحلات نيلية والاستمتاع بالمناظر الخلابة على ضفتيه. طبعا هتيجي على منارة العلم، طبعا هتلاقي برضو مصر هي الثقافة والعلم. على مر العصور كانت مصر مركزا للعلم والثقافة. جامعة الأزهر أحد أقدم الجامعات في العالم ومركز رئيسي للدراسات الإسلامية. طبعا هتيجي على المتاحف، هتلاقي المتحف المصري والمتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف الفن الإسلامي التي تحتوي على مجموعات نادرة من الآثار والمخطوطات.
في الختام يا جماعة، مصر بلد يجمع بين التاريخ العريق والجمال الطبيعي والثقافة الغنية. سواء كنت تبحث عن مغامرة أو استرخاء أو رحلة عبر الزمن، فإن مصر تقدم لك كل ذلك وأكثر، بجانب المعلومات والعلماء الإسلاميين وفي جميع مجالات العلوم.